السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن انواع البروتين. هو البروتين ليه انواع؟ طبعا ليه انواع. طبعا احنا بنتكلم عن انواع البروتين اللي في المكملات. يعني لو حبيت تشتري مكمل تشتري انهي نوع بروتين. طب هم ليهم كام نوع؟ هم ليهم 4 انواع. طب هم بيتقسموا على حسب ايه؟ هم بيترتبوا على حسب درجة الامتصاص او الوقت اللي بتمتص فيه البروتين، اذا كان طويل او قصير. هنبدأ بأعلى حاجة في وقت الامتصاص، يعني أعلى بروتين بياخد وقت الامتصاص. وطبعا لازم نعرف إن في فرق بين الهضم والامتصاص. الهضم بيحصل في المعدة، لكن الامتصاص بيحصل بعد عملية الهضم في الأمعاء وفي الدم. يعني كل بروتين ليه درجة امتصاص هنعرفها دلوقتي، يلا بينا. اول نوع هو بروتين الكازين. هتلاقي العلبة مكتوب عليها كازين بروتين. البروتين ده ليه مميزات وليه عيوب. هنبدأ بالمميزات. البروتين ده بياخد وقت في الامتصاص من 6 ل 8 ساعات. فمن مميزاته ان هو هيفضل في جسمك 8 ساعات جسمك بيمتص فيه، فدايما في جسمك بروتين واحماض امينيه كامله، فده هيعلي الريكفري معاك. من عيوب البروتين ده ان هو ما ينفعش يتاخد في اي وقت في اليوم غير قبل النوم او قبل ما تنام، عشان هو بطيء قوي في الامتصاص. فمش هينفع تاخده بعد التمرين. انت بعد التمرين بتبقى محتاج بروتين يتهضم بسرعه ويمتص عشان تستفاد بيه. او الصبح مثلا في فتره الفطار بتبقى محتاج بروتين سهل الهضم وسهل الامتصاص، عشان انت طالع من فتره نوم كبيره 8 ساعات، فمحتاج تعوض كل الفتره دي، فبتعوضها في بروتين سهل الامتصاص عشان تستفاد منه بسرعه. فاول مشكله دي ان هو ما ينفعش يتاخد غير قبل النوم، او في رمضان مثلا لو انت داخل على صيام تاخده على السحور ويمدك بالبروتين طول فتره الصيام. تاني عيب ليه ان هو بيجيب لبعض الناس مشاكل في الهضم عشان اللاكتوز فيه عالي. في ناس بتحس بكركبه في بطنها فبتتجنب النوع ده خالص، وفي ناس بتحاول تعالج الكركبه دي بان هي تاخد حبايه للهضم وتسهل الهضم معاها. وفي ناس تالتة ما بتحسش اصلا بالكركبه دي، بيبقى الموضوع سهل معاها فبتفضله جدا. طب البروتين ده لاقيه فين؟ المصدر الوحيد ليه هو الجبنه القريش. الجبنه القريش بتاخد وقت في الامتصاص بيمتد ل 8 ساعات عشان مليانه بروتين كازين. طبعا هتاكلها بعد التمرين غلط، ولا الصبح. هتاكلها قبل النوم عشان انت زي ما قلنا محتاج بعد التمرين بروتين سهل الامتصاص عشان يخش جسمك على طول. تاني بروتين معانا هو اقل امتصاص بشويه بعد الكازين، هو الكونسنتريت. معظم الناس بتستخدمه وموجود في معظم الشركات. هو اشهر نوع بروتين. وقت الامتصاص بتاعه من 2 ل 3 ساعات، مش كتير بس مش قليل، وسط. مميزات البروتين ده ان هو ممكن تاخده بعد التمرين، قبل التمرين، الصبح، بالليل قبل ما تنام، ممكن تاخده في اي وقت. من عيوب البروتين ده ان هو برضه فيه نسبه لاكتوز، فبيجيب لبعض الناس كركبه في البطن ومشاكل في الهضم، ففي ناس ما بتفضلوش، وده العيب الوحيد ليه. طب موجود في الاكل فين؟ موجود في كل انواع البروتين: اللحمه، الفراخ، السمك، الكبده، التونه، ومصادر البروتين النباتي. الثالث نوع بروتين هو الايزوليت. البروتين ايزوليت، وده يعتبر احسن نوع بروتين ممكن تاخده لانه فيه مميزات كتير. من مميزاته ان هو سريع الهضم، بياخد من ساعه لساعه ونص في الهضم والامتصاص عشان الجسم بيمتصه بسرعه وتعرف تستفيد منه. تاني ميزه ليه ان هو ما بيكركبش البطن وما بيعملكش عسر هضم، فبيبقى مريح للبطن، وناس كتير قوي بتفضله عشان اللاكتوز فيه قليل جدا جدا. المشكله الوحيده في البروتين ده ان هو كل ما بيقل باللاكتوز بتفقد بعض الاحماض الامينيه فيه، فهي دي المشكله الوحيده. بس ده يفضل عند معظم الناس، حاجه وسط كده، لا هو صعب الهضم خالص ولا هو سهل خالص، متوسط وحلو وتعرف تاخده في اي وقت في اليوم. طب اخده منين من الاكل؟ مش موجود غير في حاجه واحده، هو بياض البيض. بياض البيض من اسرع انواع البروتين اللي ممكن الجسم يمتصها، فيفضل تاخده بعد التمرين. اخر نوع معانا واسرع نوع في الامتصاص هو الهيدرولايزد. ده نوع بروتين ما بياخدش وقت في الامتصاص نهائي، نص ساعه وبيكون جسمك ممتصه. في ميزه وفي عيب. الميزه فيه ان هو ما بتحسش ان انت خدت اي حاجه خالص، بتلاقي عمليه الهضم سلسه جدا، وبتلاقي ان جسمك مرتاح وبطنك وامعائك مرتاحين جدا في امتصاصه لانه سهل جدا ومنزوع اللاكتوز خالص. مشكلته الوحيده ان زي ما قلنا لما الشركات بتيجي تنزع اللاكتوز من البروتين بتفقد بعض الاحماض الامينيه فيه، فكل ما تنقي البروتين من اللاكتوز في بعض الاحماض الامينيه بتنزل. فباختصار لو انت عندك مشاكل في الهضم عندك الايزوليت والهيدرولايزد. لو ما بتفرقش معاك قوي عندك كونسنتريت كويس جدا واحماضه الامينيه كامله وبيتهضم من 2 ل 3 ساعات. لكن لو داخل على صيام وشهر رمضان قرب عليك وعلى الكازين، هينفعك جدا في رمضان. لو عجبك الفيديو عايزين نتكلم عن حاجات تانية كتير اعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنى الحلقات الجايه. سلام عليكم.